لو الفقر بيقتل ولو الفلوس بتحل كل حاجة، ليه ما نطبعش فلوس كتير ونوزعها على الناس ونعيش في عالم كله أغنياء؟ السؤال بسيط، بس جوابه بيكشف سر خطير في الاقتصاد وفي الحياة نفسها. الفلوس مش ورق، الفلوس رمز، بتمثل قيمة حقيقية، شغل، إنتاج، خدمات، تعب. لما نطبع فلوس كتير القيمة مش بتزيد، الورق بيزيد بس الأسعار بتغلى، الناس تشتري أقل، واللي معاهم فلوس بيلاقوا نفسهم فقراء رغم إن جيبهم مليان. ده اسمه تضخم، يعني الفلوس بتفقد معناها، زي ما الكلمة بتفقد معناها لما تتكرر كتير. الحكومات مش بتطبع فلوس على مزاجها، لأن كل ورقة لازم يكون وراها إنتاج حقيقي. لو طبعنا من غير إنتاج بنخدع نفسنا وبنخرب الاقتصاد. بس السؤال الحقيقي مش في الاقتصاد، السؤال فينا إحنا. هل الغنى هو عدد الفلوس ولا قيمة اللي بنقدر نعمله بيها؟ لو كل الناس معاها 1,000,000 جنيه، مين هيشتغل؟ مين هيبني؟ مين هيقدم خدمة؟ ومين هيشتريها؟ الفلوس مش حل، الفلوس وسيلة، واللي بيصنع القيمة هو الإنسان. لو النوع ده من الأسئلة بيشدك، اشترك، فعل الجرس، وسيب تعليقك، لأن اللي جاي بيقلب الدنيا.